حبيب عبادك يا رب. لما اتكلمنا عن جامع ابن طولون قلنا حقائق وأرقام عن المسجد، لكن اللي ما قلناهوش إن المسجد ده بيروى عنه أكتر من حكاية. فمثلا حكاية المسجد الذي لا يحرق ولا يغرق، ودي بترجع إن ابن طولون لما أراد إنه يبني المسجد أراد إن المسجد لا يغرق ولو غرقت مصر كلها، فبناه على ربوة عالية على جبل يشكر، وبكده أمن المسجد من خطر الفيضان أو الغرق. أما المطلب الثاني اللي كان خاص بالحريق، فيقال إنه لما عرض الموضوع على أهل الخبرة شاروا عليه إنه يبني المسجد بالجير والرماد والآجر الأحمر، ودي مواد غير قابلة ولا مساعدة على الحريق أو الاشتعال، وكمان إنه ما يجعلش في المسجد أي أعمدة خشبية، وده بالفعل اللي عمله ابن طولون وأمن المسجد من الحريق ومن الغرق. حكاية توسيع القبلة، وهي إن الناس لما بدأت تصلي في المسجد طلبوا توسيع القبلة، فذكر لهم ابن طولون إن المهندسين اختلفوا في تحديد القبلة في الوقت ده، وإنه شاف في منامه إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيحدد له مكان القبلة، وعند وقت الفجر صحي ابن طولون وأسرع إلى الموضع فلقى صورة القبلة مصورة على الأرض كما حددها له الرسول، ويقال إنه لقى النمل بيطوف حول هذا الموضع، وده كان على حد قوله، فبنى عليها المحراب. ده كان سبب من أسباب تعظيم شأن هذا المسجد. حكاية مسجد بلا مصلين، ودي بترجع ان المصريين شكوا في مصدر المال اللي اتبنى بيه مسجد ابن طولون فامتنعوا عن الصلاة فيه، ولما عرف ابن طولون الموضوع جمعهم في يوم جمعة وخطب فيهم وأقسم لهم ان المال اللي اتبنى به المسجد ده ليس من ماله الشخصي، وإنما هو كنز وجده لما كان راكب فرسه في إحدى المناطق وغاصت ساق الفرس في الأرض كاشفة عن كنز كان مدفون في الأرض، وهو ده اللي بنى بيه مدرسته وجامعه وقصره. ويقال أيضا أن الناس استغاثوا بالسيدة نفيسة رضي الله عنها من ظلم ابن طولون لهم، فكتبت في رقعة جملتين قائلة فيهم: ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم. ووقفت بتلك الرقعة في طريق ابن طولون اللي لما شافها عرفها، وتقديرا وإجلالا لها نزل من على فرسه وأخذ منها الرقعة، ولما أراها رفع المظالم من الناس، وبالرغم من كده رفض الناس الصلاة في مسجد دعت السيدة نفيسة على من قام ببنائه. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.